ومعانا ابو يوسف 36 سنه، عراقي مقيم بالقاهره، وهيخش يلعب باركور. يلا نشوف هيعمل ايه. ودايما اهم حاجة بنركز عليها في التمرين بتاعنا هو التسخين. واهم حاجة عندنا في التسخين ان احنا بنسخن كل اجزاء الجسم من اول انكل رجلك لحد دماغك، لان حرفيا لعبة الباركور بتستعمل فيها جميع اجزاء جسمك. واللي اكتشفته هنا هو برضو ان استاذ ابو يوسف الفتنس بتاعه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه، كويس جدا جدا جدا. فده بيساعدنا جامد جدا ان احنا نقدر نجيب حركات اسرع واسرع في اللعبة بتاعتنا. وبعد ما خلصنا التسخين بتاعنا نخش بقى على أساسيات بتاعة الباركور، وهي تعدية الحواجز. وأول حركة هنلعب عليها وهي المونكي، وهنا وريت له شكلها وإزاي بتتعمل. بعد كده هو المفروض هيبتدي يطبق ورايا، وبالفعل طبق أول حركة وعملها كويسة جدا بسم الله ما شاء الله زي ما قلت له. ولكن لما جه لعب المونكي الأساسية إن هو المفروض يعدي الحاجز عملها غلط، ولكن لما فهمته عملها كويس جدا زي ما انتم شايفين. وبعد كده نخش على الحركة التانية وهي اسمها سبيد، ولكن قبلها بنلعب على حركة اسمها سيف فولت، واللي هو احنا بنحط رجلينا بالشكل ده، بعد كده بننزل برجلينا الشمال بالشكل ده، بعد كده بنبتدي نرفع رجلينا في الهواء زي ما انتم شايفين كده اهوت. وده شكل الحركة واسمها سبيد. وبالفعل برضو عملها كويس جدا ما شاء الله من اول كام مرة، ولكن كان عنده مشكلة صغيرة ان هو بينزل بالجنب، ولكن سرعان ما صححها وعملها كويس جدا. وبعد كده نخش على تالت حركة واسمها ليزي، ومن اسمها بيبان شكل الحركة. وابتديت افهمها له واحدة واحدة كده ببساطة خالص، وبعد كده وريت له شكل الحركة. وبعد كده هو ابتدى يعملها ببساطة خالص، وبعدها عملها بسرعة جدا بسم الله ما شاء الله. وبكده نكون وصلنا للحركة الرابعة وهي الداش. وأول حاجة بنعملها فيها إن إحنا بننط فوق الحاجز بالشكل ده، بعد كده بننط من فوق الحاجز وبنحط إيدينا بالشكل ده، وعملها ببساطة خالص برضو ما شاء الله. وبعد ما عملنا الحركات كلها قررت أعمل له امتحان مفاجئ. دلوقتي انت بعد ما عملت الاربع حركات زي الفل، ايوه اختبار مفاجئ ايوه على الاربع حركات. يلا. افتكر بقى، يلا انا هقول لك اسم الحركه وانت تخش على طول. اول واحده مونكي، شد، جميله جدا. تاني واحده سبيد، بوم، تحفه ما شاء الله، جميله. تالت حركه داش، بوم، هو ده، نايس. الليزي بقى اخر واحده اللي من الجنب، يلا، بوم بوم، نايس. كده الاربع حركات زي الفل. عاش، حلوين ما شاء الله، جامد. كده خلصنا الجزء بتاع الباركور واللي هو تعدية الحواجز. يلا بينا بقى نحاول نجرب ايه، اه كابتن يا اسطوره. نتشقلب. هنحاول نتشقلب دلوقتي. اول حاجه هنلعب عليها وهي الهاند سبرينج، بس قبل ما نلعب على الهاند سبرينج هنلعب هاند ستاند الاول، نشوف هيعرف يعملها ولا لا. يلا بينا. بعد ما خلصنا البيزكس بتاعت الباركور دلوقتي اول حركه هنلعب عليها اللي هي الهاند ستاند. تعرف تقف على ايدك على الحيطه؟ تعرف تعملها؟ ممكن اعملها. طب تعالى نشوف انت بتعمل ايه، وبعد كده انا اصحح لك اللي انت بتعمله. هنا بقى كان عنده شوية غلطات، بس كان كتر خيره ان هو بيعرف يعمل الهاند ستاند على الاقل، وان هو بيعرف يطلع برجله لحد ما توصل للحيطة. وهنا ابتديت اصحح له الغلطات اللي هو كان بيعملها. ان هو كان مشكلته انه كان بيلف دماغه مرة واحدة في الحركة، وده كان بيسبب ان هو بيخلي فيه اختلال في التوازن بتاع جسمه، ووزن جسمه بيترمي وراه بزيادة عن اللزوم. ولكن بمجرد ما صححت له شوية الاخطاء اللي كان بيغلط فيها ابتدى يعمل الحركة كويس الى حد ما. كان عنده شوية مشاكل برضه، ولكن مع الوقت بتتحسن مرة ورا التانية ورا التانية زي ما انتم شايفين. وبمجرد ما عمل الهاند ستاند كويس على الحيطة، هنا قررت ان انا العبه على حركة الهاند سبرينج، وده مفروض شكل الحركة اللي احنا عايزين نعملها. فعشان كده قلت له يلعب على الهاند ستاند الاول، ولما حسنها ابتدينا نلعب على دي. كان عندنا شوية مشاكل برضو في الحركة دي، ولكن ابتديت افهمها له برضو، ومرة ورا التانية ابتدى يظبطها. وده شكل الحركة بالظبط اللي انا عايزه وهو بيعمله في الهوا. فهنا كنت بساعده كام مرة، ولكن بمجرد ما لقيت ان هو ظبط الكلام قلت له يعملها لوحده. وبمجرد ما عملها لوحده هنا قلت له يلا بينا نخش على حركه الهاند سبرينج. وده شكلها، وزي ما انتم شايفين هي نفس الحركه اللي المفروض كان بيعملها على الحيطه، ولكن المفروض ان هو بيشوف برجله اقوى شويه عشان يكمل الحركه وينزل على رجله واقف. وهنا انا دوري ان انا اسند له ظهره واساعده في الحركه عشان يبتدي ينزل على رجله بالشكل ده. ومجرد ما نزل على رجله ابتديت اخفف المساعده مره ورا التانيه عشان يبتدي يدي باور زياده من عنده، ويبتدي يحس بالحركه اكتر واكتر عشان يقدر يعملها لوحده. وبالفعل ابتديت هنا هوت ان انا ابعد خالص، وابتدى يعمل الحركه لوحده خالص لحد ما شاء الله مره ورا التانيه ابتدى ينزل على رجليه كويس جدا لحد ما نزل على رجليه واقف، وعملها كويسه جدا ما شاء الله. وده كان اول تمرينه ليه يلعب على الحركه، ومش ناس كتير اللي بتعرف تعمل كده. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو بس كده، تمرينه زي الفل، والراجل ده صح الصح وجامد جدا. واللي عايز يعرف تفاصيل على التمرين يبعت لي مسج على الانستجرام هنا او الفيسبوك هنا.